يا اخوالنا حد يشوف حل المرتضى منصور. رايح دايب اطفال. تمام. ويحفظهم كلام يقولهم قولوه يعني. طيب تعال كده هويتي اسمع معايا بس وحده وحده. اسمع كده. عايز للنادي، قول له للنادي، جاب له للنادي. مرتضى زهق. مرتضى منصور عايز مسطول ماشي في النور جولة. احنا عايزين النادي يبقى مسطول، مش انا الحمد لله مسطول. لا ده شوية اطفال. فيقول لهم ايه هنتصور معاكم كلكم واحد واحد يعني، بس الصورة ايه ب10 جنيه هتدفع للواد والبيت يعني. طيب المهم ايه، فهو حفظهم كلمتين قال لهم ايه، قولوا ان ايه النادي نادي الزمالك ده عاش ايه معاش مستور يعني. فالعيال فهموا غلط، بالنسبة برضه صغيرين في السن يعني 6 سنين 7 سنين، دي اطفال مهما كان. فدوا يقولوا ايه، فراحوا مغنينا يقولوا ايه مرتضى منصور هو قال لهم ايه يقولوا ان النادي عاش مستور يعني. فالعيال فهمت غلط، فراحوا قالوا ايه مرتضى منصور عاش مسطول يعني. استغفر الله العظيم واتوب اليه. والله العظيم يا اخواننا حد يشوف حل الردل ده. يا اخواننا الديون زادت على النادي، والمشكله مين اللي منزل اللامم الاطفال دي؟ والله ما تصدقوا، قناه الزمالك. يعني القناه بنفسها رايحه دايبه اطفال، وقعدوا يمكن ما يقارب من 3 4 ايام يحفظوهم كلمتين عشان خاطر يقولوهم ان يعني يهدوا بيهم يا اخواننا مرتضى منصور ده انا في رايي يعني كوجهة نظر يعني ان هو ياخذ بعضه ويطلع على مسرح مصر يديهم سنة بالضبط وهياخذ فلوس. ما هو دقيت انها شغال شغال ضحك. استغفر الله العظيم واتوب اليه. طيب طلع مصرح يقول ايه هو ده كلامه هو يعني، انا هنزلها لكم وهنزل لكم برضه الصورة يعني. هو قالها الكلام ده هويته قال لمين؟ قال المصري اليوم. تمام. فيقولهم ايه انا ما بنمش من 48 ساعة لاني قائد سفينة بتغرق. عمري ما شفت قائد سفينة بيتخلى عنها وقت الاعاصير. يعني هو دقيتي عمل كأنه ايه القبطان عزوز. استغفر الله العظيم واتوب اليه. قائد سفينة، قائد سفينة، ما انت غرقت السفينة وغرقت اللي راكبين في السفينة. ده انت جبت الطقم كلها يا راجل. الله. استغفر الله العظيم. والله والله العظيم 3 الرجل ده انا يصعب علي. هيجي اوقات احيانا ويصعب عليه والله. اول ما يكون في جيبه 10 جنيه يشتغل سب في الخطيب وسب مش عارف في مين وقلبه يعفى. واول ما العمليه تزنق زي كده هويتي يقعد يكلم في نفسه. استغفر الله العظيم يا رب.